لا بد من بذل السبب، حتى وأنت واهن تعبان ابذل السبب. تعبنا يا شيخ ابذل السبب، لا تتوقف، لأن الله إذا رآك تسعى مصدقا بوعده أعطاك حتى يرضيك. كيف؟ متى؟ أين؟ لا أعلم أنا ولا أنت، لكن عندي يقين في قلبي أنه سيعطيك. ألست من عباده؟ ألست مخلوقا؟ ضمن لك الرزق. ولذلك مما روي عن الشافعي وغيره قال أمرني بطاعته وضمن لي رزقه، فلن أنشغل بما ضمن لي وسأنشغل بما أمرت به. أطع الله. أنا أفتح بقالة، صحيح، أفتح بقالة وأضع مواد الطعام فيها، هذا سبب الرزق ويجب أن يفعله، لكن يجي زبون ما يجي زبون هذا أمر آخر، لكنني سيسألني الله أنك بذلت أم لا، فابذل السبب. وأكبر سبب للكساد التجاري والخسارة التجارية وضياع المستقبل الوظيفي سببه نقص معين التوكل في قلوب عباد الله. ما عنده مو واثق. يا شيخ تزوجنا لكن ما في أمل، يا شيخ توظفنا ما في أمل، عالجنا يا شيخ. ولذلك تجد هذا المحبط مسجون على ملك الله وفوق ملك الله. اركض برجلك، فحرك القدم بتعب بوهن فنبذ على الماء فإذا هو العافية. وقولوا لكل واحد حتى لو نايم تعبان اركض برجلك، حرك رجلك الله يعظم، وسيأتيك الماء المعين ويأتيك الأرزاق من حيث لا تدري. هو لما حرمك الولد وأنت باذل السبب لأنه يعلم جل وعلا في سابق علمه سبحانه أن الولد قد يشقيك. رأيت الخضر يقتل ابنا شابا نفسا زكية بغير حق فقتله. لماذا؟ لأن العليم الخبير العليم الحكيم يعلم أن الصغير لو كبر لأرهق والديه وأتعبهم، فأمات في حياتهما ليحتسبان أجرا ولا يعذبهم قدرا. إنه الحكيم. ولذلك التوكل معناه ليس ما تلاحظون بعض الناس كثيرا ما يدخل في مشاريع تجارية وفاشل مع سبق الإصرار والترصد، صحيح؟ ما يمكن يصير تاجر. أنت يا أبو فلان 20 محاولة تجارة ما تاجرت، صحيح؟ وما اغتنيت وما زاد رزقك. مع هذا يبيع في الأغنام وهذا يبيع في الأغنام وهذا يكسب وهذا يخسر، هذا يبيع قلم وهذا يبيع قلم وهذا يكسب ويخسر. إنه الله ابتلى هذا بالفقر وابتلى ذاك بالغنى، وأيهما أشق ابتلاء؟ من ابتلي بالغنى. الذي ابتلي بالغنى هو أشد بلاء ممن ابتلي بالفقر. إذن أيها الأحباب مع آية عظيمة يقول الحق فيها وتوكل، اصدق يا عبدي في اعتمادك علي مع بذل السبب فيما أمرك به، لأنك بعد ذلك إذا اعتمدت عليه أتاك الحفظ منه والرعاية منه والكلاء منه حتى تسع. ولذلك يقول العلماء أن الله طمأن كل مخلوق من بني آدم بالذات حتى لا يخاف على رزقه